الفنانة أسماء جلال هي ممثلة وعارضة أزياء من مواليد 22 مايو 1995. اسمها أسماء جلال محمد، حاصلة على بكالوريوس في الإعلام ودخلت مجال التمثيل. خلعت الحجاب بعد دخولها التمثيل. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم لقناتي ويا رب يديمكم نعمه ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانة أسماء جلال دخلت المجال الفني بناء على ترشيح من المخرج بيتر ميمي للمشاركة في مسلسل الأب الروحي الذي حققت فيه نجاحا كبيرا، وتوالت مشاركتها فيما بعد في العديد من الأعمال الدرامية، من بينها الجزئين الرابع والخامس من مسلسل حكاية بنات، وخلي بالك من زيزي، الغرفة 207، وأشغال شقة. وعن بدايات الفنانة أسماء جلال كانت تعمل كموديل للمحجبات، وعملت متاجر كتيرة لتكون موديل لتصميماتها. حتى الآن لها صور كإعلان ترويجي لملابس ومستلزمات المحجبات، كما أنها كانت موديل لخبراء التجميل، حيث ظهرت في صور كتيرة تستعرض فيها صيحات المكياج. الفنانة أسماء جلال كانت بتقدم برامج دينية. حكت الفنانة أسماء جلال وقالت إنها بائسة، عائلتها عرضت دخولها المجال الفني، وبالنسبة لوالدتها قالت مستحيل، إلى أن انجذابها للتمثيل بدأ بإعجابها بمؤديات الراقصات في الإعلانات، وشعرت في تلك الفترة برغبة في تجربة الظهور في التلفزيون. ومن خلال لقاء لها مع صاحبة السعادة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، حكت وقالت: بابا حاول يساعدني شوية من وراء ماما. حصلت خناقة كبيرة والموضوع اتقفل خالص، إلى أن دخلت الجامعة وبدأت أدخل المسرح والورش وتجارب الأداء. وأضافت أسماء جلال وقالت: عملت كذا اوديشن، ما كانش حد بيكلمني خالص، ولقيتهم فجأة كلموني في شركة إنتاج، عندك تصوير الأسبوع الجاي. كانت المشاركة في دور صعيدي في الجزء الأول من مسلسل الأب الروحي 2017، ودي كانت البداية. وصفت الفنانة أسماء جلال لحظة اكتشاف والدتها دخولها التمثيل بعد فترة قائلة: ماما شافتني في مسلسل كأنه امبارح، كل ده وما كانتش عارفة وما كنتش أخبرتها. قلت لها وهي كانت بتقطع السلطة، قالت لي: تعرفي شفت بنت شبهك في مسلسل. وعندما أخبرتها بإني نفس البنت انهارت، وقالت: أمي قطعتني ومنعتني أحضر جنازة والدي. وبعد اتجاه الفنانة أسماء جلال إلى مجال التمثيل، اتخذت القرار بالتخلي عن الحجاب، وبدأت صورها من أعمالها الفنية تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية أنباء ارتباط أسماء جلال، تداول الناشطون لمرات عديدة أخبار حول ارتباط وزواج الفنانة الشابة، إلى أن كل الأحاديث كانت شائعات. وأسماء صرحت بأنها ليست مرتبطة ولا تفكر حاليا سوى في عملها. وقالت الفنانة أسماء جلال أنها عندما تتزوج ستعلن أمام الجميع، ولا بد من وجود كيمياء بينها وبين الشخص الذي سوف يكون شريك حياتها. وانتشرت شائعات عن ارتباطها بمغني الراب المصري ويجز، وبعد انتشار صورة تجمعهما مما أثار الجدل. والصورة دي كانت بمناسبة عيد ميلاده على الانستجرام، إلى أنها نفت ذلك، وقالت أنها لا مشكلة لديها في الارتباط بشخص أصغر منها من حيث المبدأ. كما أشيع خبر ارتباطها برجل الأعمال الكبير أبو هشيمة، إلى أنها نفت، وإشاعة أخرى ارتباطها بأمير المصري، إلى أن كل هذا كان شائعات. تشهد الفنانة أسماء جلال حالة من الرواج الفني، خصوصا في الأفلام وفي الدراما المصرية. وعن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال، قدمت في 2024 موسم رمضان مسلسل أشغال شقة مع الفنان هشام ماجد. وعن آخر أفلامها فيلم أولاد رزق 3. بنتمنى لها مزيد من التألق، فنانة شابة جميلة.